يا اسامه. تصبحك خير يا ابو زايد. راموس اسماعيل دموعك غاليه علينا يا ابو علي. اول شيء اقول بسم الله الرحمن الرحيم. احب اشكر اخوان اللعيبه على المستوى اللي طلع فيه اليوم. فوز كان صعب لكن الحمد لله رجال ما زعلوا الجمهور هذا اللي حضر. اتوقع انه ما اعرف شو اقول لك، بس صراحه المباراة الحمد لله ان احنا قدرنا نوصل ان شاء الله النهائي، نلعب مباراة احسن ان شاء الله. كنت حاس وانت قاعد تتابع المباراه من على الدكه انه ممكن نخلصها في الوقت الاصلي اسماعيل؟ والله انا كنت حاسس انه بنفوز وحاسس ان لما نسجل انا حاط ببالي 2-0، لكن منو بيسجل ما اعرف، لكن الحمد لله الجول جاء في وقت مناسب مثل ما تقول الحمد لله الحمد لله لك الحمد. هذيل اللعيبه اخوانك الصغار اللي قدروا اليوم انهم يتجاوزون المنتخب بخبره الكويت في كاس الخليج، وصولنا للنهائي اسماعيل، شو يعني لهم وشو يعني لك انت وانت معاهم؟ اتوقع ان الشباب اليوم يعني هاي بطوله بحالها، نخلي بطوله الكاس شيء ثاني، هذا كله توفيق من عند الله. لكن اليوم الشباب اثبت انهم رجال وعند المسؤوليه. اتوقع ان انا بالنسبه لي هذا اكبر تتويج لهم ولجهودهم الصراحه. والمباراه كانت صعبه وايد صعبه، لكن الحمد لله توفيق من الله الحمد لله. دموعك غاليه علينا اسماعيل. هذا اسماعيل